السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأهلي والزمالك غدا في نهائي كأس السوبر المصري، واسترها علينا يا رب. لا العظيم استرها علينا يا رب. خير خير إن شاء الله، لا خير إن شاء الله ولا العظيم بإذن الله. الزمالك آه عدى فريق صعب جدا زي سيراميكا، وبيني وبينك ما اكدبش عليك ما يضحكش على بعض. كل الناس كانت متوقعه ان الزمالك هيخسر من سيراميكا بكل سهوله، وان سيراميكا هو اللي هيلاعب الاهلي، وان سيراميكا هو اللي هيكسب الاهلي، فهتكون البطوله او ابطال البطوله متمثلين في بيراميدز مركز اول، الاهلي مركز ثاني، الزمالك مركز ثالث، وسيراميكا مركز رابع، وكنا خلاص. وبصراحه يعني اللعيبه في ظل المدير الفني السباك اللي كان عندهم، والمدير الفني الجديد كابتن احمد رؤوف، في ظل ان هو ما بقالوش ماتشين لحد الان لعب ماتش طلائع الجيش، ادار الجيم بشكل كويس. لعب ماتش بيراميدز زي ما اتكلمنا امبارح، ادار الجيم برضه بشكل كويس جدا جدا جدا، ولكن على ما يبدو ان ماتش الاهلي غير اي ماتش تاني في التاريخ. ماتش الديربي برضه يا اخي له حته كده حلوه، له حاسس دي حته كده جميله. ماتش الديربي ده، انت الزمالك بكره عنده ماتش مهم، اذا كسب ودي بنسبه 30%، وان قلت لك ماتش بيرز كام 1%، طلعنا 29% في يوم. خدت بالك؟ اذا الزمالك كسب الفوز ده او البطوله دي، برغم ان انا زي ما اتكلمت عليها قبل ماتش بيراميدز قلت ان دي بطوله شبه وديه، بطوله شرفيه المفروض انها تتعمل قبل الدوري، عشان يعني فاهم انت ازاي نسخن رجل الفرقتين الكبار في الدوري وكده. ولكن الحمد لله بيراميدز خسر من الزمالك، والزمالك قدر ان هو يعدي بيراميدز. فبطوله بكره لو الزمالك كسب هتبقى دفعه لقدام كويسه جدا جدا، سواء للعيبه سواء للاداره سواء للمدير الفني، خصوصا ان الزمالك حصل على 220 مليون دولار النهارده، نظير المشاركه في البطوله والصعود للنهائي، وغالبا اللي بيكسب بياخد 300، فانت معاك نص مليون دولار. طبعا رقم كويس ممكن تسد بيه بعض الحوارات اللي عندك ايقاف قيد مش عارف 100 وشويه بسبب جوميز واعوانه. فيعني ممكن ده تفرق معاك الفتره القادمه، ممكن تسد بعض ال ال الفلوس اللي عليك للانديه، ان انت جايب لاعب بالتقسيط، ممكن تسد كمان مرتبات للاعبين، الكلام الجميل ده كله. ولكن مين هيكسب بكره؟ الزمالك هيلعب ازاي؟ وهيكون التشكيل عامل منين ولا فين؟ صلي على النبي. الافضل ان الزمالك يبدا بعواد في حراسه المرمى، قدامهم الونش ومحمد اسماعيل، نفس خطين الدفاع، باكين الدفاع او الباك سنتر باك بتاع الدفاع هم. هيلعب بنتايج ومعاه عمر جابر. ربنا يا ريت يعني كابتن عمر جابر بكره، يا ريت بعد اذنك لو سمحت يعني تركز بس، بص حواليك، بص وراك يا كابتن، شوف مين جاي من وراك يعني. بص يمين بص شمال بعد اذنك لو سمحت. تمام. عندك قدام هيبقى اسمه ايه يا ربي، الولد اللي هو كان بيلعب ده اسمه ايه، احمد ربيع. قدامه احمد ربيع ومحمد شحاته، قدامهم ناصر ماهر. واتمنى ان هو يلعب ب خوان بزيرة لو هيقدر ان هو يلعب، والناحيه الثانيه يكون في علاء الدباغ لو هيقدر يلعب. مش هيقدر يلعب، انا عايز سيف الجزيري، انا عايز سيف الجزيري قوي في الماتش زي ده بجد. انا محتاج قوي قوي سيف الجزيري. سيف الجزيري في ماتشات زي ده بيقدر ان هو يبخن، هو مهاجم اصلا بخن يعني. فهيلعب بعدي خوان بزيرة واحمد فتوح. واتمنى ان الزمالك بكره يكسب. انا توقعي ان الزمالك هيكسب، بس يكسب ضربات جزاء تاني. ممكن الماتش يبقى 0-0 ولا 1-1 ويخلص ضربات جزاء، وكل سنه وانت طيب، والزمالك يكسب ضربات جزاء ان شاء الله. احساسي بيقول ان الاهلي هياخدها بكل سهوله. الاهلي فنيا اعلى منك، نفسيا ماديا كل حاجه اعلى من الزمالك، طبعا عنده شبه استقرار فني، المدير الفني بتاعهم معاهم بقاله داخل في شهر اهو، فيعني دي حاجه كويسه بالنسبه لهم.
اتمنى ان الكابتن احمد عبد الرؤوف بكره يا ريت يعني ان هو يلعب على حسب سير المباراه. طبعا انا مش هقدر بصراحه، انا ما بقتش قادر ان انا اتوقع طريقه لعب احمد عبد الرؤوف بعد اللي عمله في ماتش بيراميدز. يعني انت لعبت في ماتش طلائع الجيش بخطه، ولعبت في ماتش بيراميدز بخطه ثانيه خالص. واضح ان هو عنده مرونه في طرق اللعب حسب سير المباراه. طيب ده كان عن ماتش بكره، وان شاء الله الزمالك يكسب ويا رب ان شاء الله خير باذن الله. ولكن عندنا موضوع مهم قوي عايزين نتكلم فيه، موضوع كابتن ناصر ماهر اللي طلع النهارده القائمه بتاعه المنتخب الوطني اللي مشاركه في توقف الدوري بتاع شهر نوفمبر. فاخد طبعا محمد اسماعيل من نادي الزمالك، واخد كام لعيب تانيين، واخد كابتن احمد الشناوي، واخد زلاكا من بيراميدز، واخد الولا اوتاكا اللي جاب الجون في الاهلي. ده الواد ده جامد قوي قوي، نفسي الواد ده يجي الزمالك، نفسي قوي الواد ده يجي الزمالك. هو ومحمود الجزار بتاع البنك الاهلي، الاثنين دول لو جم الزمالك اتفرج بقى على الزمالك بشكل تاني خالص. طبعا بالنسبه لكابتن ناصر ماهر فهو ما انضمش للمنتخب، ونزل ستوري على انستجرام يعني طويله شويه بيقول فيها يعني ان انا بدات احس ان الموضوع يعني مش كوره، وان الموضوع له حسابات اخرى. انا بقالي 3 ماتشات واخد احسن لاعب في المباراه، بقى بادي كل اللي عليا وبلعب كويس مع فرقتي، بكسب فرقتي، واحسن لاعب في 3 مباريات. يعني المفروض يكون على الاقل النظره ليا ونظره للمجهود اللي انا بعمله. انا اصبت باحباط، انا وكلامه مش قليل الادب يعني. هو طلع اتكلم بالذوق وبالاحترام وقال والله يا جماعه انا هو انسان من حقه ان هو يتضايق او يزعل، طبيعي يعني. انا ممكن انا كمشجع ما احسش احساسه، لكن هو ممكن هو يبقى عنده احساس انا مش متفهمه. عجبني اكتر بقى رد فعل كابتن احمد عبد الرؤوف في المؤتمر الصحفي لما كانوا بيتكلموا من شويه، فالراجل الصحفي بيقول له، بيقول حضرتك يعني شايف ان رد فعل كابتن ناصر ماهر؟ قال له طبيعي يغضب وطبيعي يتضايق، واحد واخد انسان له مشاعر، بيتضايق بيتخنق بيزعل مش هيعلق يعني على ده. معناه كلام احمد عبد يعني ان هو مش هيقدر ان هو يعلق على حاجه. لكن ناصر ماهر ان شاء الله لعيب كبير، وان شاء الله بكره هيكسبنا، وان شاء الله بكره هيعمل لنا حاجه كويسه. ممكن يا كابتن ناصر لو سمحت بعد اذنك تنزل بكره تاكل النجيله؟ بكره يا كابتن ناصر تنزل بكره توري كابتن حسام حسن مع كامل احترامنا ليه ولاختياراته ان انت تستحق انك تروح المنتخب اول واحد. ممكن يا كابتن ناصر، اصل انت بص كابتن ناصر ما تتوقعش دعم من جمهور الزمالك قبل ماتش بكره. كابتن ناصر ما انت بكره لو عملت اوسخ ماتش ليك احسن ماتش ليك وخسرت هنطلع نسقف لك، وساعتها هنهاجم حسام حسن عشان خاطرك. حلو اهي، عملت احسن ماتش ليك وكسبنا هنطلع نبص نطبل لك في كل حته في العالم. انما لو رحت بكره بس انا مصاب باحباط، بس انا متضايق، بس انا مخنوق، بس انا ما خدتش المنتخب، وتقعد تعيط وتدبدب على الارض، هنديك على عينها التاني. احنا من 3 4 ماتشات بس كنا بنشتمك، الناس كلها كانت بتشتمك، كانت بتهزقك، كانت بتطلع عينك في المدرجات وفي البيوت وعلى القهاوي وفي الشوارع، و حطبونا في مش عارفه ايه، ولا جابونا في مش عارفه مين. تمام، وظبطت نفسك بقت الناس كلها بتحلف بيك. وعلى فكره كلنا معاك يا ناصر يا ماهر، بس انزل بكره، انزل بكره، انزل بكره استرجل كده وورينا شغلك. تمام، وورينا انت ايه. قول لكابتن حسام حسن يا كابتن حسام حسن انا كنت استحق اروح المنتخب وانت اخطات، وساعتها العالم كله هيقف معاك. عارف ليه؟ لان انت نزلت اثبت لهم ان انت جامد، اللي انت جامد قوي، ما تاثرتش حتى بانك ما رحتش المنتخب. نفكك بقى من شغله احباط ومش احباط وبتاع. انت بتلعب في الزمالك يا اسطى، انت بتلعب في نادي الزمالك، انت مش بتلعب في مع احترامنا اللي في نادي قليل. فانزل بكره العب، انزل بكره وريهم ان انت جامد. لكن هتنزل بكره تتمشى واصل انا مش قادر، اصل انا متنيل، لا 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 الكلام ده ما ينفعش معانا. خلي بالك احنا موافقين على فكره ومش معترضين على كلامك، وشايفينك صح، وشايفينك تستحق الانضمام للمنتخب من الاخر. تمام. طب ده كان قصتي عن كابتن ناصر ماهر. القصه الثالثه او الاخر حاجه اختم بيها الفيديو ده هو اللعيبه. يا رب، وده انا ختمت بقى الفيديو اللي فات، ممكن تسترجلوا، ممكن بعد اذنكم بكره تنزلوا تعملوا اللي احمد عبد الرؤوف بيقوله لكم بالحرف الواحد وتكسبوا.
ممكن بكره تكسبوا حتى لو بلنتيات. انا مش قادر اوصل للناس الفوز بتاع ماتش بكره ده لو ان شاء الله الزمالك كسب ممكن ينقل الزمالك حته فان تانيه ازاي؟ هل عشان انت خدت كاس السوبر؟ لا، ده في حيالله كاس صفيح بالمعنى الحرفي بقى. يعني كاس مصر غالبا فضه والدوري فيه حته دهب، ده كاس صفيح بجد، ده ما فيش ولا مش عارف برونز ولا ايه نظام امه. دي البطوله الثالثه، دي اقل بطوله في الدوري المحلي، دي بطوله ولا حاجه، بس انا عايز اكسبها. نفسيا كمشجع هتفرق معايا. اولا كسبان المنافس الازلي التاريخي ليا واخد منه بطوله، ادي 2 بوينت. بالنسبه لك انت كاداره، يا اداره الزمالك فلوس داخلالك وهتبدا الناس تهدى عليك شويه وهتسيبك تشتغلي. بالنسبه لك يا كابتن احمد عبد الرؤوف، ده حجزت مكان في التاريخ مع نادي الزمالك، انا خدت بطوله بعد 3 ماتشات بس لعبتهم. تمام، اخدت بطوله مع نادي زي الزمالك في وظل ازماته ضد النادي زي الاهلي، نادي كبير زي النادي الاهلي. النادي الاهلي مش نادي قليل خالص، فكك من الهزار والضحك والتبول واللعيبه والقصه دي كلها. احنا هو كمشجعين بنقول لك الاهلي مش نادي قليل، نادي كبير، لازم تنزل بكره تحترمه وتديله الاحترام الكافي. تمام، علشان تقدر انك تكسب بكل سهوله. وبالنسبه للعيبه، البطوله دي هتفرق معاكم انتوا كمان نفسيا قوي. انتوا الفتره اللي فاتت كنتوا بتاخدوا من على عينكم، من طوب الارض، من طوب الارض بتاخدوا على عينكم. اللعيبه تاخد على عينها من الجماهير، من الاداره، من السوشيال ميديا، من بيدجات المنافس، من جماهير المنافس، من لعيبه المنافس. لعيبه المنافس اللي لما كسبتك في ماتش في الدوري تبيعت عليك في ارض الملعب، انزل بقى وريهم ان انت جامد. انزل دوس عليهم، دوس عليهم كرويا، مش دوس عليهم بجد عشان بس ما حدش ياخد الكلام ويحور. انزل دوس عليهم، انزل وريهم ان انت كمان جامد. وهم فرقه جامده على فكره، مش فرقه قليله. زيزو مش لعيب قليل، شحات مش لعيب قليل، تريزيجيه مش لعيب قليل، بيدشان مش لعيب قليل، هاني وياسين وياسر والشناوي. اللعيبه دي لعيبه كلها ناس جامده قوي في مراكزها، حتى لو عندهم بعض الكسوب الفنيه دي مش مشكلتي، دي مشكلتهم هم. مشكلتي معاك انت ان انت تنزل بكره تطلع دين امهم كلهم، تنزل بكره تمسكهم تعجنهم كوره، تلعب وتكسب. ان شاء الله بقى تلعب تدافع طول الماتش وتلعب لي على المرتدات، تهاجم طول الماتش ويبقى الماتش مفتوح هنخلص 7-5. تنزل بكره تلعب ماتش متوازن، ماليش دعوه. انا مش راجل فني، انا مش جاي هنا عشان اتفنن واحلل واقول لك. هو كده الاهلي هينزل يلعب عليه الضغط عالي، الاهلي كده هيهاجم بكره من الجناحين، زيزو وتريزيجيه، وهيلعب على ان هو يوصل زيزو وهاني وجريديشار والعيال دي كلها تلعب انها تعمل لها عرضيات. هو بكره هينزل يعمل كده. انا عايزك بكره تنزل تدوس عليه، عايزك بكره تنزل تكسب، اتصرف، مش مشكلتي. انا مش مشكلتي ان انت عندك مشاكل فنيه، هم برضه عندهم مشاكل فنيه على فكره، هم مش الات، هم بني ادمين على فكره. استغل كل كوره واستغل كل فرصه واستغل كل لمسه انك تجيب جون. تكسب لي بقى 1-0، تكسب لي 5-4 ضربات جزاء، تكسب لي 2-1، تكسب لي 2-0، تكسب لي 5، المهم تكسب بكره، مش مشكلتي. انا كجمهور عايزك تكسب بكره. اتصرف يا عم، انزل بكره اكسب. هتقول لي مش انزل بكره اكسب، العب غل كروي حميد طبعا، مش هتنزل تكسر في اللعيبه، العب بحميه، خاف على الشعار اللي انت لابسه. تمام، اللي احنا كجمهور بنفتخر بيه في كل حته في العالم. انزل خاف عليه والعب واكسب، انزل خاف عليه والعب واكسب، لازم تكسب بكره. اتصرف اتصرف، ان شاء الله الزمالك تكسب بكره، ان شاء الله نكون لنا سعيده بكره. ومع ذلك لو الزمالك خسر بكره انا مش يعني لو لعب حلو وخسر انا مش هقدر ان انا ادي الكابتن قطع بس الفيديو قطع. انزل بكره اكسب، كنا بنقول ان بكره لازم تنزل تكسب. ومع ذلك لو الزمالك لعب حلو وخسر انا مش هقدر اتكلم ولا هطلع افتح بقه. انا معاك كتر خيركم، عملتوا اللي عليكم، كسبتوا ضربات جزاء، دخل فيكم جون يعني ده بالصدفه، عليكم ضربه جزاء، حاولتوا ما توفقتوش، لكن ما تنزلش تلعب لي اوسخ ماتش في حياتك وتخسر، هطلع عين اهلك كلاعب. انا مش بتكلم عن المدير الفني، انا واثق ان كابتن احمد عيوب بكره هيلعب بامكانياته على قد ما يقدر. انا واثق الراجل راجل فهمان، وده واضح في ماتش بيراميدز وتعامله مع سير اللقاء في ماتش بيراميدز كان تعامل كويس. كابتن احمد فتوح ممكن بكره تلعب بنفس المستوى بتاع ماتش بيراميدز لو سمحت.
انا بعد اذنك ممكن بكره تلعب بنفس المستوى بتاع ماتش بيراميدز لو سمحت. اسهل حاجه في الدنيا، انا مش عايز منك اقل من كده. كابتن عمر جابر بعد اذنك لو سمحت والنبي ركز، بص ايدك ركز والنبي، يعني الهي ربنا يكرمك يا رب ويديك الصحه والعافيه، تركز بكره، ركز. ما يبقاش اللعيب متحرك في ظهرك وانت باصص على السماء، بالله عليك ركز لو سمحت. السلام عليكم، يا رب نكسب الاهلي بكره يا رب.